السلام عليكم متابعين مصر زمان. زمان المصريين ببساطتهم وطيبة قلوبهم وعيشتهم إلا على الفطرة كانوا بيستخدموا حاجات بسيطة في الطبخ لحد ما جه اليوم اللي اتطورت فيه مع الوقت. لكن برضو لسه هتلاقيها دلوقتي في البيوت وخاصة في الريف وعندنا في الصعيد. الناس البسيطة لسه بتستخدمها وبتعتمد عليها. الكانون له تصميم بسيط وغير مكلف، هو عبارة عن جوالب من الطوب الأخضر اللي هو بالطين، ومن جوه بيتحط خشب أو حطب عشان النار تشتعل فيه، بعدين تحط عليه الأكل أو تسخن عليه المية. الراقية وقعدتها الحلوة هتلاقيها أكتر في الريف والغيط، عبارة عن خشب أو حطب بتتولع النار فيه ويتعمل عليها الشاي والقهوة وبيستغلوها في تدفئة المكان. فرن الطين او الفرن البلدي دي هتاكل منها احلى عيش وفطير، وطعم الاكل فيها بيكون ريحة وطعم تاني. الفرن الطين دي بتتبني في حوش البيت من جوه او برا البيت، بتتعمل من الحجارة العادية، بتكون في الاراضي الزراعية اللي هو الطوب الاخضر، الطوب اللبني بس احنا بنسميه في الصعيد الطوب الاخضر. وصفها على شكل نص دايرة او شبه دايرة، والحجارة بتتلزق بالطين مش بالاسمنت. في أول الفرن فيه دايرة، ودي الفتحة الرئيسية فيها حتة من الصاج عشان يتحط عليها العجين اللي هيتخبز. لما بتولع الفرن هتستخدم حطب أو خشب. في فتحة أسفل الفرن هي اللي بيتحط فيها الحطب، وكمان بيعملوا فتحات في جوانب الفرن وأعلى الفرن عشان تسمح للهواء بالدخول لزيادة اشتعال النار جوا الفرن. ومعاها عصاية حديد دي بتستخدم لسحب الأكل والعيش من جوا الفرن. بابور الجاز ما كانش فيه أي بيت مصري ما عندهوش، كل البيوت كان فيها واحد واتنين طول القرن العشرين، ويا سلام على صوته دلوقتي بيجي من الذكريات. في ناس بتشوفه بتفتكر حاجات كتير من أيام زمان، وبيتكون من 3 رجلين وراس وفنية وخزان ومكان للتنفيس محكم الغلق، من خلاله ينطفي البابور ويتحط من خلاله الجاز داخل الخزان، وتفضل تطبخ عليه الأكل وتسخن المية. والبابور في منه أنواع أشهرها أبو فونيا وأبو شرايط والسبرتاية، ولسه في ناس لحد دلوقتي بتفضلها في عمل القهوة. وخلصت حكاية.